السلام عليكم. في بعض الكلمات في الإنجليزي المذكر هو المؤنث، زي كلمة teacher. teacher تنفع معلم أو معلمة، doctor دكتور أو دكتورة. في بعض الكلمات الأخرى وتعالوا نتعرف عليها مع بعض. الجندر بتاعها بيختلف. كلمة جندر يعني الجنس من ناحية التذكير أو التأنيث. طيب أنا هبدأ دلوقتي بالكلمة كميل مذكر وبعدين female مؤنث. أول كلمة معايا تعالوا نتعلمها كلمة groom. groom groom معناها عريس. bride 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 معناها عروسة. bride. كلمة كمان policeman 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 اللي هو الشرطي. المؤنث منها policewoman policewoman policewoman. actor 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 ممثل. actress actress actress. ومعانا كمان كلمة steward or steward 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 اللي هي مضيف. المؤنث بتاعها اللي هو الفيميل هنقول عليها stewards stewards or stewards stewards. king 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 ملك. queen 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 ملكة. ومعانا كمان الشخص الأرمل اللي هو زوجته متوفية بنسميه widower widower widower. بالنسبة للأرملة widow widow widow. رجل الإطفاء أو رجل مطافي بنقول عليه fireman fireman fireman. الست بقى firewoman firewoman firewoman. الجرسون اسمه waiter waiter waiter. جرسونة waitress waitress waitress. المتحدث أو الناطق بلسان بنسميه spokesman spokesman spokesman. المؤنث spokeswoman spokeswoman spokeswoman.